بلية العجل من الكوارث اللي ممكن تسببها معاك على الطريق، وهقول لك ازاي تعرفها باختصار هنا في الفيديو ده. ممكن ترفع العربيه بالكوريك من الجنب وتدي غيار، ومع لفه العجله هتعرف وتسمع صوت الونه. من الحاجات اللي بتعرف بيها بلية العجله تالفه ولا لا صوت الونه على الطريق. والحاجه الثانيه لو لقيت فيه رجه معاك في الطاره على السرعات العاليه شبه الترصيص بالظبط وما يكونش مشكله ترصيص. من الحاجات اللي بتسببها بلية العجله برضو بترفع درجه حراره الجنط جدا نتيجه الاحتكاك العالي، فبيرفع درجه حراره الجنط زياده عن اللازم. بعد كده بيسبب تآكل غير منتظم في فردة الكاوتش بسبب الرجه اللي بتعملها العجله على السرعات، وفي نفس الوقت ارتفاع درجه الحراره بيتلف العمر الافتراضي بتاع فردة الكاوتش. الحاجه الثالثه ان انت هتمسك العجله كده، لو العجله الخلفيه او الاماميه، وهترجها لو لقيت فيها سن دوش، ودي بتكون مرحله متقدمه من تلف بليه العجله. بليه العجله المخاطر بتاعتها كبيره جدا على الطريق، لا قدر الله بتوصل في حالات معينه ان العجله بتنفصل عن العربيه وعلى السرعات، ودي بتسبب حوادث خطيره جدا ممكن تكون بتشوفها بعينك، ان العجله بتطلع وبتسيب العربيه، لان العجله والعربيه والحموله كلها بتحمل على البليه بتاعت العجله. فخلي بالك، مهم جدا تتاكد ان عربيتك بلي العجل فيها سليم، لان ده اللي شايل العربيه وماشي بيها على الطريق. السلام عليكم.